ولد، بنت، ما ينفعش اما طنط تقدم لنا حاجه ناخد منها الحاجه بسرعه كده ونطلب زياده كمان، واللي اقوله يتسمع، لما اقول يلا نمشي يبقى يلا نمشي. طبعا كل التنبيهات دي بلح واتعمل عكسها بالظبط قدام الناس وفضحوكي. هذه المشكله مستوحاه من احد المتابعات، وهي اكيد مشكله متكرره معانا كلنا. بصي يا ستي، ولادك حبايبك بيفضحوكي ومش بيسمعوا كلامك قدام الناس، لكن معاكي في البيت ماشيين زي الالف. انا هقولك تعملي ايه. تحليلي المتواضع للمشكله ان الولاد بيكونوا ماشيين على نظام صارم في البيت، وهم طبعا اذكياء جدا، بيقعدوا يقولوا لنفسهم احنا ازاي ننفس عن نفسنا ونكسر النظام ده، لما نخرج نزور ناس بره البيت هنعمل اللي احنا عايزينه. ايه؟ عشان ماما وبابا هيتكسفوا ومش هيعرفوا يعملوا لنا حاجه، وبكده نبقى احنا برنسات وخدنا اللي احنا عايزينه. دي طريقه تفكيرهم. احنا بقى كأب وام هنعمل ايه؟ واحنا بنعمل القواعد اللي لازم نمشي عليها في البيت. لازم نعمل يوم فري زي الدايت بالظبط، وحاولي وفقا للي انت تشوفيه مناسب وصح بالنسبه لك وبالنسبه لهم ان انت ترخي الحبل شويه، يعني يبقى يوم تريحيه شويه فيهم من القواعد اللي انت حطاها في البيت. وده كان حل سريع لمشكله ممكن تكون بتواجهنا كلنا. شاركوني واكتبوا لي في الكومنتس عن افكاركم لحل مشاكل اللي شبه كده.